الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما تدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح الحمد لله ما ارتفع نور الحق وضار وما تراجع الباطل وتغفر وما طلع صبح واسفر وصلاة وسلاما طيبين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سال سفين للحق وأبهر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه الأخيار وصلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر أما بعد سلام الله يثري ما أقيمت صلاة من عباد الخاشعين وما جادت دماء المذن سعف الصغر الأشجار والزرع دفينا سلام واضح وله أريح من الأعماق يعبق ياسمينا سلام الله نوديكم إليكم مع الأشفاق ممزوجا حنينا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا يا من أتيتم دارنا مرحبا أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم مرحبا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا ضيوفنا الكرام ومديرنا الفاضل أساتذتنا الأجلاء زملائنا الأعزاء ومع أولى فقراتنا نفتتح حفلنا بآيات من الذكر الحكيم يلقيها الطالب حسن عبد الرحمن فرح. لما
كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقوا فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إلهي سبحانه وتعالى ميزان كيس حسناتك ودرو مالن تأنو كذبهن إلهي سبحانه وتعالى أكاوى المريض وحقوق بينا هذا عنو يرى صاحب الخطبة الطالب أبو بكر عبد راقي فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربنا رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة
والله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ولم يبعث إلى قوم خاص، فبعث إلى من يهتمون بالطب فكان له من المعجزات ما يتعلق بذلك، وبعث إلى من يهتمون بالأمور اللغوية والإعجاز وغير ذلك، فجعل الله تعالى من المعجزات ما يقيم به الحجة على هؤلاء جميعا. أما المعجزة العظيمة التي أتاها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام التي تبقى إلى قيام الساعة، التي بار الله تعالى بها الأولين والآخرين، تلك المعجزة هي التي قال الله جل وعلا عنها: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أما يكفيهم القرآن ليكون حجة وتصديقا ومعجزة وبينة تبين إنك نبي مبعوث من رب جل وعلا في السماء، ولذلك جعل الله تعالى هذا القرآن معجزة ظاهرة تبقى للناس جميعا وتتلى بينهم. أيها الأحبة الكرام، لقد وصف الله تعالى كتابه العظيم أنه نور، فقال سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وبين أن من أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. ولقد جعل الله تعالى رفعة لمن أخذ به، فقال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها المسلمون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن بالعناية وحذر من نجرانه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تأمل يقرأ القرآن مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يسعى هذه وهو شديد فله أجرات، متفق عليه، له أجر التلاوة وأجر المشقة. وبين صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن في آخر الزمان إذا هجر الناس رفع القرآن عنهم، فقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن ينفعك ويرفعك يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش الشهداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان ميتا فوسعه له قبره وأجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
شاء الله خطبتك هذا عنق أرضك وحكوسة بسنين القرآن يا أمة محمد هذا واحد حجنا خطبك لا وماركتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سوى قابلنا سوء وعنا سوى جدنا الطالب إسماعيل أبو بكر روبلة فليتفضل مشكورا. رسولا من أنفسهم وقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حقا إنها نعمة عظمى ومنة كبرى أن بعث الله فينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدى للمتقين. فلقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين في أشرف بقاع الأرض في أم القرى فدعا إلى توحيد الله تعالى 13 سنة كلها في مكة وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين فارتقى به سماء بسماء حتى بلغ سدرة المنتهى ووصل إلى المستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض عليه الصلوات الخمس ولقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد الهجرة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى حين خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ب319 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى المكة فنصر الله المسلمين وقتل 70 رجلا من بينهم كبراء قريش وأسر 70 وكان ذلك عزة للمسلمين وكسر لشوكة أعدائهم. ففي شوال من السنة الثالثة كانت غزوة أحد كانت غزوة أحد حين خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 700 من أصحابه ليقاتلوا نحو 3000 رجل من مشركي قريش وكان لهم النصر حتى ولوا الأدبار إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا مكانهم حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين فانتكس الأمر وصار كما قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم
وفي رمضان من السنة 8 كانت غزوة فتح مكة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المسلمين، وكانت وفاته يوم الاثنين 12 أو 13 من شهر ربيع الأول، فصلوات الله عليه وسلامه واتباعهم إلى يوم الدين. khudbadu cunuga ka hadlayay waxay soo koobaysaa siirada nabi maxamed sal alla alay wasalam maaragtay qaswooyinkii iyo waxay nagu dhiirigelinaysaa midda kale inaan barano siirada nabi maxamed sal alla alay wasalam. hadda waxaan ku soo dhaweynayaa koox arday jamaaca oo noo soo jeedin doonaan qaadi doonaan nadmiga kitaabka mustalah alxadiis manduumat albayquniya للشيخ طه بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى. جماعة أقصد دوالان بارك الله فيكم. محمد خير نبي أرسل وذي من مقسم حديث عدة وكل واحد أتى وحده أول والصحيح وهو من تصاد إسناده ولم يشذ أو يعد يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرق غدات رجاله لك صحيح اشتهرت وكل مع الرتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسم كثر موقف لنبي مرفوعه ومن تبعين والمقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى مصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف النتا مثل أما والله ينبني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مر 2 أو 3 مشهور مر فوق ثلاثة معنعنك عن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل ضبطه إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف ذكر ومرسل منه صحابي سقط وقل قريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بعالي إسناده مقاطع الأصال والمعضل السقيط من 2 وما أتى مدلسا نوعان الأول إسقاط لشق وأن يقول عما فوقه بعوان والثاني لا يطيق لك يشيء وصفه بما به لا ينعرف وما يغلب ثقة فيه ملا فساد والمغلوب قسمان ابتلى ابتال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد لمن قسمه وقرض ما قياته بالثقة أو جمع قدر على روايته وما بعلة أمور أو خفاء معلل أداه وتعرف وذقل بسانة ومتن مضطرب عنده الفن والمدرجة في حديث ماذا من بعد الفضيل والنسبة وما روى كل قرين عن أخي مدبة فريق وحق وانتقي متبع اللفظ وخطأ متفق وضده ذكرنا المفترق مختلف متفق فطبقات وضده مختلف فخشى الغلط والمنكر فرده به وبغدا تعديله لا يحمل تفردا مطلوبه موارد به فراد وأدعو لضاع
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت الجوهر المكنون سميتها منظومة البقول فوق الثلاثين بأربع نتات أقسام وثم بغير قدمت. شكرا على استماعكم.
وفعل إحداهما فاستمعا ومن يؤد عن أخي وجبا له الرجوع إن ويطالبه فمن يتوزع الطبيع للنسيان والوزع الصبيع للنكران والحمد لله على تمام في البدء والختام والدوام ثم صلاة مع سلام السيء على النبي وصحبه والتابعين شكرا على استماعكم. waxaan ka cudur daaranaynaa kitaabaha way fara badan yihiin laakiin tacliiq iyo wax kama sii bixin doono waana soo gagaabin doonaa insha Allah waalidka iyo ka soo qaybgalayaasha waxaan u sheegaa inay iska raali noqdaan waxaan ku xujinayaa jamaacada akhrin doonaan kitaab urjuza almi'iyah لابن العز الحنفي رحمه الله تعالى فليتفضل مشكورا. الحمد لله العلي الباري ثم الصلاة على المختار وبعد وكثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع قدره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين وريحانه وبعد عمله وتفطيما جاءت به المرضيع سليمة علمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبات شرني شقاق بطني وقيل بعد 4 من سنه وبعد 16 جائي وفاة أمه على الأقواء وجدته للآب عبد المطلب بعد 8 مات من غير الكذب ثم أبو طالب العم الكفر خدمته ثم إلى الشام الرحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمره بحر مشتاق وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 القرى لأمنا خديجة المتجرة وعاد في رابعا مستبشرا فكان به عقده عليها وبعده إفضاء إليها وولده منها خلى إبراهيم فالأول القسيم حل تكريمه وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والظاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زائد والكل في حياته ذاق الإمام وبعده فاطمة بنفسها وبعد 35 أعضاء بنيان بيت الله لما أندث وحكه ووعظ بما عدا في وقت ذاك الحاجة الأسود وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول منزل ثم الوضوء والصلاة علما جبريل ويرى ركعتان مرحمة ثم مضت 20 يوما كاملا حرمت الجنان نجوم النائلة ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جرة إلى الإسلام وربيع من النساء 12 من الرجال صاحب كل قد أجر إلى ميلاد العود في 5 عام وفي عهد ثم عادوا لملم 3
وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السديس حمزة الأسد. وبعد 9 من سن رسالة مات أبو طالب ذو كفالة. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 أبد. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبنا وعبد فعلمه. ثم على سوداء عمده في رمضان ثم كان بعده عبد ابنة الصديق في الشوال. وبعد 50 وعام ثالث أسري به وصلوات فرضت 5 كما قد حفظت. والبيعة الأولى مع 12 من آل طيبة كما قد ذكر. وبعد 52 سبتنا في الموسم هذا ثبت من طيبة وبايع ثم أتوا مكة يوم 2 من شهر صفر. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ أكمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحفية. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جماعة تسمع خبره. ثم بنى المسجد في القباء ومسجد المدينة الغراء. ثم بنى من أوله مساجدا. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحوت حين هاجروا. وفيه أخا أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. ثم بنى بالناس خير شعبه وشرع الأذان فاقتدر به. وغزوة الأبواء بعد في السفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. في الأبواء ثم بدر ووجه تحول القبلات في نصف الرجب. من بعد ذي العشير يا إخواني وفرق شهر الصوم في الشعبان. وغزوة الكبرى التي في بدر في الصوم في 17 شهر. ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليالي 10. وفي زكاة المال خلف بدر ومنة النبي ضر. رقية قبل الرجوع السفر زوجة عثمان وعشر ظهور. فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد العصر. وقيد